نبدأ الأمسية الثانية من مهرجان أثير للشعر العربي مع شاعر المقاومة العراقية. بهذه الكلمات وصفت الصحافة الأردنية شاعرنا الذي شاكس بقصيدته القوى التي حاولت سرقة شعلة النور من يد بغداد الحضارة، ودفع ثمن ذلك غاليا، وكاد أن يفقد حياته عندما تعرض لمحاولة اغتيال عام 2008. ترجمت قصائده إلى لغات عديدة، منها الإيطالية والألمانية والإنجليزية والكردية، وتناولت تجربته الشعرية الدراسات والبحوث والأطاريح الجامعية بشكل منفصل أو مع جيله السبعيني، من دواوينه: سلاما أيها الفقراء، وشتاء عاطل، وإكليل موسيقى على جثة بيانو، وبروفايل للريح، ورسم جانبي للمطر. إنه الشاعر جواد الحط. حتى دموع العين كنا نشد الأرض خلف ظهورنا ونسير حتى تتعب الغايات. للآن لا كتف حنى، لا قامة مرقى السفائن هذه القامات.